المقري في كتابنا في حطيب كيقولنا ان الامير ابو سعيد ولد الخليفه الموحد عبد المؤمن وخليفته ونائبه على الاندلس غادي يكون واحد النهار في جلسه خمريه كيشرب مع صحابه. فالبساله ديالو غادي تقول له انه يتكي ويلزم على واحد الكاتب ديالو انه يشرب معاهم صحه واخا هو ما باغيش يشرب. هذا الكاتب بن جبير غادي يحس ديك الساعه بالذنب وغادي يقوم برحله للحج ولا المشرق ككفاره لشرب الخمر. اللي كيهمنا حنا منها هو انه في رحلته هذه زار الشام في عام 1183 ميلاديه، وديك الساعه كانت بزاف من المدن من بينها القدس ويافا وعكا صافي طاحت تحت الاحتلال الصليبي. تما هو عاود على مساهمه المغاربه في المعارك ضد الصليبيين. في رحلته اللي كتبها هو في الطريق وبقات حتى لعصرنا هذا كيقولنا الرحاله انه بمجرد نزولهم في الاسكندريه في مصر استنطق رجال صلاح الدين الايوبي صديقه اللي سافر معاه باش يسولوه على احوال المغرب. هذه القضيه اللي تقدر تعطيك فكره على العداء اللي كان بين الايوبيين والموحدين كيزيد بن جبير يبين اسبابها ملي كيقول ان الابتزاز اللي تعرض له وهو الحجاج خلى رأي الفقهاء في الأندلس على حق ملي كانوا أسقطوا في عهده فريضة الحج على المغاربة، الحاجة اللي خلت ابن جبير يتمنى أن الموحدين يوصلوا حتى لمصر ويطهروها حتى هي، حيث بالنسبة له الموحدين هم أنصار الدين وأن الإسلام بصح كاين غير في بلاد المغرب وما سوى ذلك غير أهواء وبدع وفرق ضالة الله. لكن هذا العداء اللي بين هاد الدولتين ما منعش بن جبير من انه يفرح بمشاركه المغاربه في الجهاد ضد الصليبيين في الشام. انا وابن عمي ضد الغريب. ابن جبير غادي يعاودنا على حمله للصليبيين كانت كتستهدف المدينه المنوره، لكن سفن المسلمين العماره بالمغاربه لحقتهم وافنتهم. ثم غادي يعاودنا ايضا على السمعه اللي ولات عندهم عند المغاربه لدرجه انهم الوحيدين من الغرباء اللي كانوا الناس تما في الشام كيشوفوهم انهم اهل الامانه. وقبل ما يكون هناك وقف للمغاربه في القدس يقولنا ابن جبير انهم كان عندهم وقف في دمشق عينوا لهم السلطان نور الدين زنكي اللي كيقول عليه ابن جبير انه كان واحد المره مرض فنظر انه اذا شوفي يفرق 12,000 دينار غير فداء للاسرى المغاربه. السلطان صلاح الدين الايوبي حتى هو شاف فيه الرحاله المغربي رجل مجاهد وصادق، لكنه شاف ان المحيط ديالو والناس اللي دايرين به وكينفذوا اوامره هم اللي ماشي مزيانين. ونفس هذه الفكره يمكن كانت عند الخليفه الموحدي يعقوب المنصور في المغرب. اول حاجه عندي اشهار ديال شركه ساندويف، وهي شركه ديال تحويل الاموال. اذا كنت عايش على برا كتصيفط فلوس لداركم او حتى كنت انت في المغرب وشي حد هو اللي كيصيفط لكم، فبهذا التطبيق تقدر تصيفط فلوس من اوروبا او امريكا للمغرب ويوصلوا بعد ثواني باحسن ثمن ديال الصرف موجود في السوق وبلا مصاريف ديال التحويل. غادي تلقى الرابط ديال هذا التطبيق في الوصف ديال هذا الفيديو، جربوا بنفسك ما تثقش بيا او ارسلوا لمن ما بغيتي يجربوا ويقارنوا او لا قارنوا مع التطبيقات اللي كنتي كتستعمل قبل. واذا استعملتي كود برومو ديالي نوفل التطبيق غادي يعطيك 5 اورو مجانيه. شحال هذه كانت 10 باش يرحب بك، زيد عليها شحال ما بغيتي ولو غير اورو واحد وصيفط كلشي لعائلتك. 6 اورو ل5 اورو مجانيه زائد 1 الاورو من عندك او اكثر. كون كريم مع عائلتك. العواشر هذه هي ماشي العواشر لكن دابا تجي. المهم انت غادي تربح، الشركه غادي تربح وحتى انا غادي نربح، والاهم مولين الدار غادي يربحوا. التطبيق امن والشركه اللي وراها كبيره. المؤرخ المغربي المرحوم عبد الهادي التازي كيعاود لنا في بحثه في العدد 11 من مجله الاكاديميه على سفاره كان بعثها السلطان صلاح الدين الايوبي من المشرق الى الخليفه يعقوب المنصور في المغرب، كيطلب فيها المساعده العسكريه باش الاساطيل البحريه ديال الموحدين اللي كانت احدى اقوى الاساطيل في العالم في ذيك الوقت تمنع امدادات الصليبيين من الوصول من غرب البحر الابيض المتوسط. في وقت كانت الحملة الصليبية الثالثة بدات وصلاح الدين الأيوبي كان افتتح القدس وكيحاول يمنع سقوط مدينة عكا. هاد السفارة مشهورة ومتفق عليها، لكن جواب الخليفة الموحدي عليها هو اللي فيه خلاف. أنا نقول لك كل الآراء وانت اختار اللي بغيتي. كاين الرأي الأول اللي كيقول أن يعقوب المنصور فعلا استجاب لطلب النجدة وأنه أرسل أسطول من 180 قطعة بحرية تعاون صلاح الدين في حربه. والحجة ديال هذا الفريق هي أن ابن خلدون وحتى الناصري اللي نقل منه ذكروا هذا الشيء بالحرف وقالوا أن يعقوب المنصور فعلا أرسل الأسطول ديالو. الفريق الثاني كيقول لك لا، يعقوب المنصور رفض طلب المساعدة. والحجة ديال هذا الفريق هي أن حتى حد من المؤرخين المسلمين أو من الأجانب المعاصرين للحملة الصليبية الثالثة ما ذكر وجود أسطول موحدي في حصار عكا. وحتى ابن خلدون والناصري واخا هما فعلا قالوا أن يعقوب المنصور
أرسل الأسطول، لكنهم كتبوا وراها لفظة والله تعالى أعلم، اللي تقدر تعني في ديك السياق أن المعلومة ماشي مؤكدة. اللي قالوا أن يعقوب المنصور رفض حتى هما اختلفوا في السبب. كاين اللي كيقول أن ابن منقذ سفير صلاح الدين ملي جاب رسالته فيها ما تخاطبش يعقوب المنصور بلقب أمير المؤمنين، فهو ما قبلهاش وردوا في حاله بلا ما يعطيه الجواب. وكاين الرأي اللي كيتماشى أكثر مع اللي سبق وشفناه عند ابن جبير في الحادثة اللي عاود فيها على تفتيش مركبهم الجاي من المغرب واستنطاق الناس ديالو، وهو كيقول أن المنصور رفض حيث الدولة الأيوبية والموحدية كانوا في حالة عداء. جيش صلاح الدين كيف ما كيقول لنا السي عبد الهادي التازي، وكيف ما جاء في رسالة كتبت في ذيك الوقت موجودة في كتاب رسائل الموحدية، كان توغل مع بنو غانية أعداء الموحدين في المناطق ديالهم من جهة الشرق. فرسالة من صلاح الدين السفير وذكرها صاحب كتاب صبح الأعشى وصاه باش يتبرأ من ديك القادة ويقول ليعقوب المنصور أنهم لا يمثلون الدولة الأيوبية. السي عبد الهادي التازي في بحثه عنده رأي آخر ثالث، وكيقول أن الأسطول الموحدي ما مشاش بسبب أن السفير ديال صلاح الدين بن منقذ ملي وصل لفاس جبر يعقوب المنصور في الأندلس كيجاهد، فانتظروا لشهور حتى رجع، ولما استقبلوا في 23 يناير عام 1192 ميلادية والسفير رجع في حاله، مدينة عكا كانت سقطت بالفعل في يد الصليبيين قبل حتى ما يتم إعداد الأسطول. سواء تيقتي أن يعقوب المنصور صيفط السفن ديالو لصلاح الدين أو لا، فالحقيقة اللي شفناها مع ابن جبير وغادي نتأكدوا منها من غيره هي أن المغاربة تواجدوا بكثرة في الشام وفي فلسطين في ديك الفترة للجهاد. عبد الواحد ذنون في بحثه في مجلة التراث العربي اللي بعنوان القدس وعلماء الغرب الإسلامي عشية الاحتلال الصليبي غادي يقولنا أن صلاح الدين الأيوبي ملي افتتح القدس عين العالم المغربي علي بن محمد بن جميل المعافري إمام على مسجد قبة الصخرة، وأنه احتاج لعالم آخر من المغرب اسمه عبد المنعم الأندلسي الجلياني باش يصنف له بعض الكتب. أكثر من هادشي، وفقط 5 سنوات من بعد فتح القدس في عام 589 هجرية الموافق العام 1194 ميلادي، كيقولنا المرحوم عبد الهادي التازي في كتابه أوقاف المغاربة في القدس أن الملك الأفضل بن صلاح الدين ملك دمشق والقدس رجع البقعة اللي كانوا كل المغاربة كيتجمعوا فيها قرب الزاوية الجنوبية الغربية الحائط الحرم، وقف ليهم وبنى لهم فيها حارة ومدرسة وعرفت باسم الأفضلية. في عام 720 هجرية الموافق العام 1320 ميلادي تبرع شخص اسمه أبو مدين شعيب بأرض اشتراها وكانت في ملكه في القدس كوقف على المغاربة المستقرين بالقدس أو اللي جايين ليها. إذا ما كنتيش عارف معنى الوقف، فهو أرض أو أي حاجة عينية كيملكها الإنسان كيتبرع بها كيوقفها للناس يستافدوا منها لوجه الله تعالى. النص الأصلي ديال هذا الوقف باقي موجود ليومنا هذا، وإذا قريتيه غير من السطور الأولى ديالو تقدر تكتشف كيف ما كيقولنا صاحب بحث أبو مدين الغوث هل هو صاحب وقف أبو مدين في قناته المغرب العريق، رابطها موجود في وصف الفيديو، أن الفكرة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الكتب ديال أن صاحبه هو الشيخ أبو مدين الغوث الأنصاري الأندلسي ماشي صحيحة، حيث اللي تبرع بهذه الأرض كتب الوثيقة وهو حاضر وفصيحته كيف ما هو مكتوب في عام 720 هجرية الموافق ل 1320 ميلادية، في حين أن الشيخ الغوث كان توفى قبل ب 126 سنة في تلمسان في عام 594 هجرية. بعض المؤرخين وصلنا على المحتوى وحتى البرامج اللي انتبهوا لتاريخ الوثيقة والاستحالة أن الشيخ الغوث يكون طرف فيها، حيث كاين اللي ما انتبهش بدلوا القصة شوية ورجعوا للاسم الوارد فيها وقالوا مادام المتبرع بالأرض كيف مكتوب هو الشيخ أبو مدين بن أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبو مدين شعيب، إذن فالمتبرع هو الحفيد ديال الشيخ الغوث أبو مدين اللي حتى هو اسمه أبو مدين شعيب. وحنا كنعرفوا من مؤرخ معاصر ديك الفترة هو ابن قنفذ القسنطيني أنه قال في كتابه أنس الفقيه أن الشيخ أبو مدين الغوث الجد فعلا كان عنده ولد اسمه محمد، وهذا محمد إذا تبعنا هذا الرأي يمكن يكون عنده شي ولد سماه أبو مدين، فهو أبو مدين الحفيد صاحب الوقف. سهلة. إلا الكتاب الأربعة الأقرب للشيخ الغوث بن الزيات في التشوف، بن قنفذ في أنس الفقيه، وابن مرزوق في المسند الحسن، والمقري في نفح الطيب، حتى واحد فيهم مذكر حفيد للشيخ الغوث اسمه أبو مدين. بن قنفذ بوحدو اللي ذكر فعلا أن الشيخ الغوث كان عنده طفل اسمه محمد، لكنه كيرجع من بعد وكيقول أنه مات صغير، وحتى إذا افترضنا أن خبره ماشي دقيق وأنه كاع كاين محمد آخر تولد قبل أو من بعد، فاجي نحسبوها. عند ابن الزيات
وحتى عند غيره. الإجماع أن الشيخ أبو مدين الغوث ولد عام 509 هجرية. إذا قلنا أنه مولد ولده هذا محمد حتى كان شيخ، نقولوا حتى كان عنده 50 سنة أو لا نخليوها 55 سنة، إذن فهد محمد غادي يتولد في عام 564 هجرية. نفترضوا أن ابن قنفذ كيكذب ومحمد عاش ما ماتش، وأنه حتى هو رزق بولده حتى كبر، حيت عائلته كتولد حتى كيكون عندها 55 سنة. فأبو مدين الحفيد غادي يتولد في عام 619 هجرية. ومن هنا استنتج أن أبو مدين الحفيد لازم يكون في عمره 101 سنة باش يقدر يحضر وثيقة الوقف. هل هذا ممكن؟ هو نادر أن شخص يعيش في ديك الزمن حتى هذا العمر، وإذا عاش فمستحيل عليه يسافر كل هذه المسافة في الصحراء والعطش بلا ما يموت في الطريق. لكن لنفترض سيدي أننا نعيش في عالم ديزني وأنه وقعت معجزة خلاته يدوز من كل هذه العقبات، ولنفترض أنه وخا صوفي فقير كيتبع طريقة الغوث اللي عنده القصة المشهورة مع الغزالة اللي كتبين كرهه للفلوس. رغم هادشي كامل انه هو ظهرت له فلوس من لا شيء وخلاته يشري أراضي كبيرة في القدس. نفترضوا هادشي كامل واخا هكذاك غادي تبقى لنا مشكلة أخرى. شنو هي؟ في وثيقة الوقف كاين الاسم ديال المتبرع، وهو فعلا الشيخ أبو مدين بن أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبو مدين شعيب. لكن بعدها كاين المغربي، العثماني، المالكي. المشكلة هي أن أبو مدين الغوث لقبه كالأنصاري الأندلسي، وحتى إذا افترضنا أن مغربي وأندلسي تقريبا نفس الشيء وأن الغرب الإسلامي كله كان مالكي، فشكون هو هذا العثماني؟ هل يمكن زعما يكون هناك شخص آخر هو اللي تبرع بهذه الأرض وحتى هو عنده نفس الاسم وعاش في نفس الزمن؟ ابن أبي الزرع الفاسي في روض القرطاس كيقول لنا أنه في عام 708 هجرية مسجد الشرفاء فاس اللي كان في ديك الساعة باقي على حاله منذ عهد إدريس الثاني طاح السقف ديالو وتشقد جدرانه. وسوربريسا رجل مغربي لاباس عليه تطوع أنه يضمه على حسابه ابتغاء مرضات الله، وهو الحاج شعيب بن محمد بن أبي مدين. أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر في كتابه أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن غادي يعاودنا على هذا الشخص وغادي يذكر اسمه الكامل وغادي يقول هو الفقيه الكاتب أبو مدين شعيب بن محمد بن أبي مدين شعيب بن مخلوف العثماني، نفس الاسم اللي كاين في الوثيقة ياك. أبو مدين شعيب هذا كان وزير وكاتب السلطان أبو الحسن الماريني، وكان عظيم الثروة والجاه. وابن الأحمر في كتابه الآخر مستودع العلامة كيعاودنا على كل الأفراد عائلته الكتاب والوزراء في عهد الدولة المارينية. وماشي بوحدو، الناصر في الاستقصاء كيعاودنا على قتل السلطان الماريني أبو الربيع لعمو بالخطأ، وكيقولنا أنه من بني عثمان اللي تربوا في قصر عبد الكريم اللي هو القصر الكبير ديال دابا. ابن خلدون كيعاودنا على أن السلطان أبو عنان من بعد غادي يحقد على صاحب الجباية ديالو وغادي يقتلو اللي هو نفسه ولد أبو شعيب هذا حمزة. هادشي كامل إذا جمعناه مع كل الأخبار المتفرقة في الكتب المصدرية على هاد العائلة نقدروا نعرفوا منه أن أبو مدين شعيب العثماني وزير أبو الحسن هو سليل عائلة كانت نافذة في العصر الماريني. جدو كان إمام كيصلي بيعقوب بن عبد الحق، باه وعمامه وخوته وحتى ولد عمه وولادو حتى هو كانوا كتاب ووزراء السلاطين المارينيين اللي جاو من بعد. لكن هادشي كامل ما كيقولناش أنه هو اللي مشى للقدس ياك. وعلاش أصلا غادي يمشي إلا إذا كانوا سلاطين الدولة المارينية هم اللي صيفطوه، حيث عندهم عادة أنهم يوقفوا الأوقاف في الحرمين وفي القدس. محمد المنوني في بحث منشور في مجلة دعوة الحق عدد 77 بعنوان علاقة المغرب بالشرق في العصر الماريني الأول والثاني كيعاودنا على السفارات اللي كان كيفصلها السلاطين المارينيين للحرمين والمسجد الأقصى منذ عام 700 هجرية. وفي المسند الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن كيعاودنا الكاتب أبو مرزوق على واحد الحادثة وكيقولنا فيها بالحرف أنه وصل أبو المجد المذكور في كتابه مع أخيه الحاج أبي مدين شعيب. ثم من بعد كيعاودنا على نسخة من المصحف كتبها السلطان أبو الحسن وهي المعروفة بالربعة باقي كاينه لدابا، مشات هي ومعها صلات للمجاورين للمسجد الأقصى، واللي وصلها للقدس كان هو أبو المجد بن أبي عبد الله بن أبي مدين. أكثر من هادشي إذا فتشنا في قصصات مصدرية أخرى غادي نلقاو أن تردد عائلة أبو مدين على القدس والحرمين كمبعوثين لسلاطين الدولة المارينية كانت حاجة متكررة وما وقعتش مرة واحدة. وحتى الوثيقة نفسها اللي تكتب فيها وقف أبو مدين هي مشابهة ومطابقة من حيث الشكل والصياغة. الوقف كان حبسه مجاهد مغربي اسمه عمر بن عبد الله المصمودي عام 730 هجرية. واللي كيزيد يثبت هادشي هو أننا حنا كنعرفوا
من مصادر متفرقة أن السلطان المدني أبو الحسن علي بن عثمان كان شرى عقارات وأراضي في القدس وجعلها وقف للمسلمين. علاش وقع الخلط عند الناس بين الشخصيتين؟ حيت مع مرور الأزمنة وتوالي السنوات اسم الكاتب شعيب أبو مدين العثماني وعائلته اختفى ونسي، في حين أبو مدين الغوث دفين تلمسان شهرته زادت حتى وهو ميت، وقبره كان كيقصدوه الناس من كل مكان. في الأزمنة اللي جات من بعد الواقع كان خايب، السواحل كان احتلها الأوروبيين والناس هربت للخيال، فانتشرت خرافات الأولياء أصحاب الكرامات العجيبة. عليها أبو مدين الغوث الرجل الصالح تحول إلى رجل خارق، سوبرمان يشفي ويتكلم وهو ميت. فانت اذا وصلتي في ديك الزمان للقدس وقالوا لك ان هذا الوقف ديال ابو مدين، فالطبيعي انك غادي تصدق انه وقف الغوث اكثر ما تصدق انه وقف رجل مجهول كان كاتب في العصر المريني. عليها حتى الوزير بن عثمان ملي غادي يوصل في نهايه القرن الثامن عشر فحتى هو غادي يقول ان الزاويه هي يقال انها ديال بومدين الغوث. في جميع الاحوال حي المغاربه دار عليه الزمن، حتى شارك السكان ديال هذا الوقف في ثوره البوراق في القدس في عام 1929 مع نقيبهم الشيخ محمد المهدي المزقلي اللي كان استقر في القدس بعد هروبه من المغرب بعد نهاية حرب الريف. خلفاء محمد إبراهيم الفيقيقي وعيسى السوسي اتصلوا بالسلطات المغربية بحثا عن الدعم ابتداء من عام 1954 فين استقلت الأوقاف المغربية قانونيا على بقية الأوقاف الإسلامية في القدس كيف ما كيقول الناس سي عبد الهادي التازي. لكن بعد نكبة 1967 في يوم 10 يونيو صدر قرار هدم حي المغاربة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي وطرد كل سكانه.